لكم البنات، اليوم غنشارك معكم القريشلات اولا المملحات ديال عاشوراء بالوان ونكهات متغيره وبطريقه بسيطه. خليكم معايا وتبعوا معايا الخطوات. ناخذ واحد الحبه ديال البيض، كاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، كاس معامش، علقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق ديال حبه الحلاوه والنكهه مخلطين وما محمرينش، وصاشي ديال الخميره حماره، وغنضيف جوج كؤوس ديال الماء، دابا غادي نضيفو الدقيق، الكاس الاول ديال الدقيق، الكاس الثاني، هذا الكاس الثالث، الكاس الرابع، بقاي تزيدي الطحين بالتدريج حتى تحصلي على القوام اللي بغيتي. القوام اللي بغينا هو انه العجين يكون قاصح شويه، ما يجيش رطب بزاف، حيت الا خليتي العجينه قاصحه رطبه يجوك القريشلات قاصحين، العكس صحيح. الخامس، هذا السادس. هنا البنات شوفوا القوام ديال العجين ديالي كيفاش جا. هنا خديت معايا 6 الكيسان ديال الفرص، ما يعادل 750 غرام ديال الفرص على حسب كل نوعيه ديال الدقيق. وين هنايا غنغطيوها بواحد الميكا ونخليوها ترتاح ونعاود نرجع معكم. هنا البنات غادي نقسم العجين ديالي على 4 باش كل جهه غادي ندكها.
نخليهم يرتاحوا واحد 3 دقائق بحال هكا، 5 دقائق، وغنرجعو نخدموهم. كندير عليهم البلاستيك باش ما يقتاحوش ليا. وهنا البنات من بعد ما ارتاحت ليا العجينه واحد 2 دقائق بحال هكا، 3 دقائق، دابا غادي نبدا نكهها. هاد العجين الاول ديالي غنكهو بالزيتون مطحون الاسود، طحنوه في الهاشوار ولا اللون اللي حصلت عليه هو هذا. المهم هنا غنديرها عاوتاني في بلاصتيكه وغرضه ترتاح، ونجيبو العجين الثاني اللي هو هذا. هذا البنات، هاد العجين غادي يجي شويه حار، حيت غادي ندير فيه السودانيه، حيت كاين الناس اللي كيبغيو القريشلات حارين. وغندير معلقه ديال التحميره كتزيدها حتى هي مذاق، او كتغير ليها حتى اللون، كتساعد في التغير ديال اللون. القريشلات كيجيو حمرين. ها اللون اللي كنحصلوا عليه. ودابا عاوتاني نفس الشيء غادي نديروا ليها البلاصتيك ونخليوها ترتاح، ونجيبوا العجين الثالث اللي غادي نكهو بالفرماج وبالزعتر. كما كتعرفوا الفرماج والزعتر كيجيو مواتين مع بعضياتهم وغيعطيو واحد المذاق اللي هائل لهاد العجين الثالث. وهنايا هما كنوريكم العجينه ديالي بربعه بهم. المهم واحد نكهتو بالزيتون، وواحد بالتحميره والسودانيه، وواحد بالفرماج والزعتر، والعجين الاخر خليته سامبل يعني عادي. وهنا البنات غادي ندوز باش نشكل دوك الحليبلات معاكم، باش نديرهم في الطاوه وندخلهم للفران. غنشكلهم حليبلات رقاقين، وغنكون ديجا دهنت الطاوه ديالي بالزيت، كنحطها حدايا، وكنبدا الحربول اللي حربلته كنحطو في الطاوه، كنكمل على العمليه كامله بحال هكا حتى كنسالي العجين ديالي كامل.
هنا البنات استفتهم في الطابه ديالي وغندخلهم للفران. الفران كيكون شاعل غير من التحت. صافي كنخليهم شي 10 دقائق كيطيبوا غير كيشدوا راسهم صافي. وكنخرجهم. هنا البنات راني خرجتهم من الفران. كنوريكم كيفاش كيجيو. ملي غادي نسالي غادي نغطيهم بشي شيفون. غنغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق فحال هكا كي يشدوا راسهم، باش ملي نجي انا نقطعهم يتقطعوا لي بلا ما يتفرتوا. كما كتشوفوا دابا في الفيديو راني بديت كنقطع فيهم، كل واحد يقطعهم بالشكل اللي بغا. المهم انا قطعتهم بهذا الشكل هذا. هنا البنات رجعتهم للطاوه ديالي باش ندخلهم الفران يعاودوا يتحمروا شي شويه وغنخرجهم.